السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى بنات وستات في الدنيا؟ وحشتوني جدا. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تدعموني بلايك واشتراك وتبقوا جزء من اخواتي المشرفيني في القناة. كل الستات اسهل اكل عليهم هي البانيه. مكرونة وبانيه، بانيه مشوي، مقلي، باي شكل بقى، شاورما، اي حاجة. ايه رأيكم النهاردة نعمل بانيه بطريقة سهلة وجميلة ونقدمه زي المطاعم بشكل تحفة وطعم خطير؟ هنعمل الكوردون بلو. الكوردون بلو هو جزء من البانيه بس بيتعمل بشكل مختلف شوية وبيدي طعم حلو. بهاراته بسيطة خالص، ملح وفلفل أسمر وجنزبيل بودر وبابريكا وتوم بودر وشوية من الحبهان المطحون. أنا معايا هنا 4 صدور من البانيه، فراخ المخلية الصدور. جبت الصدر، شلت منه الجزء اللي تحت اللي هو الفليتو ده، وبعد كده قسمته بالنص بالطريقة دي، فبقى عندي شريحة عريضة مفرودة زي كده. لو الصدر عندك سميك شوية ممكن تقطعيه على 3. المهم ان الشرايح تبقى متوسطة السمك، مش تخينة قوي ولا رفيعة قوي. جبت عندي هنا اكياس من بتاعة التلاجة دي وفتحتها، اي اكياس عندك تستخدميها للاكل، وحطيت فيها قطعة الصدر المخلية دي. وبعد كده جبت البهارات بتاعتي كلها قلبتها على بعضها زي ما احنا شايفين كده، وهرش رشة من فوق ورشة من تحت بمنتهى البساطة، يعني رشة بسيطة كده، احس ان البهارات دي جت على قطعة الصدر كلها. بعدين هنزل جزء من الكيس وهبدأ بقى بأي حاجة، بالمدق بتاع اللحمة، بأي حاجة تقيلة، وأبدأ أدق كده على قطعة الفراخ بتاعتي دي علشان أفك الأنسجة من بعضها وتبقى سهلة في السوا. لما تيجي تستوي بسرعة، ما تاخدش معايا سوا كتير واجي اقليها الاقيها من جوه نية. تمام كده دقيتها، بعد ما دقيتها اتفردت معايا كويس، قسمتها بالنص زي ما احنا شايفين كده. بقت معايا قطعتين اهو على جنب، هسيبها زي ما هي واعمل كل الكمية اللي عندي. تاني هنشوف، اخدت كيس التلاجة واخدت برضو قطعة من الصدر المخلية ورشيت عليها البهارات من فوق وتحت. هوزعها بس كده عليها، يعني كمية احس ان هي بس اتغطت زي ما احنا شايفين كده. وهاخد بقى بالمعلقة واوزع عليها البهارات دي كلها. هنزل الجزء التاني من الكيس واخد المدق بتاعي، او اي حاجة عندك تقيلة، مش لازم مدق، ممكن حتى ايد الهون اللي هي بتاعة التوم دي وتضربي بيها. انا كل اللي انا عاوزاه ان انا افك الانسجة من بعضها وافرد قطعة الفراخ وانا بدقها. احاول احسها كده، احس ان هي كلها بقت سمك واحد. يعني لو في حتة رفيعة ما ادقش عليها قوي، لو في جزء تخين ادقه بزيادة شوية. بعدين معايا هنا الروز بيف، ومعايا جبنة شيدر وجبنة سوري. ممكن نستغنى عن الروز بيف، نحط مكانه لانشون او سلامي او تركي الموجود. ممكن نستغنى عن الجبنة الشيدر ونحط موتزاريلا بس، ونستغنى عن الشيدر والجبنة السوري دي. يعني الحشو ليكي مطلق الحرية فيه، بس انا بفضل الشيدر الاحمر، بيكون لها احلى طعم. يعني اكتر نتيجة، احسن نتيجة بتاخديها بتكون من الشيدر الاحمر. بس طبعا ممكن تستغني عنها، تحطي جبنة رومي، تحطي اللي انت عاوزاه. تمام، هنا كده انا باخد قطعة الفراخ بتاعتي بحطها على ستريتش، بحط فوق منها الشيدر والروز بيف والجبنة السوري دي، ممكن احط مكانها طبعا موتزاريلا، والفها رول. وبعدين الفها، ارجع الفها تاني في الستريتش واضغط من الجنبين، الف كويس من الجنبين واضغط، علشان لازم عايزة اقفل، اخلي الفراخ تقفل على الرول ده كويس واسيبها على جنب. طيب الاجزاء الصغيرة اللي كانت في الفراخ دي اللي قطعناها عشان نسوي بيها الصدور، نعمل بيها ايه؟ هنعمل بطريقة تانية، هنعمل نفس برضو الكوردون بلو بس بطريقة تانية، الفراخ المفرومة. انا اخدت الفراخ بتاعتي اللي هي القطع اللي باقية دي، اللي هي الفليتو اللي تحت واي حتة طلعت من البانيه، وحطيتها وحطيت عليها نفس البهارات اللي انا قلبتها مع بعض، ومعلقتين من الحليب البودر، ومعلقتين من البقسماط الناعم. تمام، طلعت معايا الخليط ده. هاخده برضو منه قطعة كده زي ما هو قطعة، وابططها في الكيس. معلش كمان حطيت مكعب مرق الدجاج ده مدوباه في شوية زيت. تمام، اخدت قطعة كده وسويتها، بططتها وسويتها، وهرجع برضو احشيها نفس حشوة الصدور البانيه. حطيت قطعة روز بيف، فوق منها قطعة من الشيدر، واخر حاجة قطعة من الجبنة السوري او الجبنة الموتزاريلا.
الموجود في البيت. وهلفها برضو رول كده زي ما احنا شايفين. انا بجيب الجناب واقفل بيها علشان اكون متأكدة ان الجبنة دي مش هتخرج خالص. بس ما تقلقيش، يعني مجرد انك هتجيبي الكيس كده او الاسترتش وتلفيه كويس من الجنبين وتربطيها. انا بلفها وبربطها، تحطيها في الفريزر. هتيجي لما تيجي تفتحيها بقى في الاخر بعد شوية هتلاقي اللحمة بتاعت الفراخ قفلت على الجوانب كويس. نعمل واحدة تاني مع بعض زي ما احنا شايفين من نفس الشكل. وعلى فكرة الطريقتين طعمهم حلو جدا، سواء المفرومة او السليمة، الاتنين حلوين قوي. المفرومة بتكون اسهل شوية في الاكل للاطفال الصغيرين، يعني بياكلوها اسهل وبيحبوها اكتر من البانيه اللي هو شرايح البانيه الفراخ السليمة. وبتكون اسهل كمان في التشكيل، يعني لو انتي اول مرة تعملي كوردون بلو حابة تعمليه بطريقة سهلة فاعمليه بالفراخ المفرومة اسهل من البانيه. بس زي ما احنا شايفين مع بعض كده طريقتين سهلين جدا. هنا تمام، انا خلصت الكمية اللي عندي. هسيبهم زي ما هما كده في الفريزر لمدة ساعة. وبعد كده هعمل انا احطها في الكفر ونقليها. انا عندي هنا كفرين هنشوف مع بعض. اول حاجة جبت بيضتين وعليهم كوباية من الحليب ورشة ملح وفلفل. انا هنا حاطة 4 بيضات لان البيض ده كان بلدي فصغير حطيت 4، لكن لو بيض عادي ممكن تحطي بيضتين. ومعايا بقى خلطتين للكفر، واحدة اللي هي الكريسبي اللي هي بتتباع عند العطار دي، بجيبها وبطحنها وبخليها زي البودر كده، والتانية اللي هي البقسماط الناعم. هنعمل بالطريقتين. نوع هنخليه يبقى عليه الكفر من بره الكريسبي اللي هو بنطحنه، ده بنجيبه من اي محل عطارة، بنطلب منه الكريسبي ده وبناخده، بيكون شوية خشن، بنطحنه احنا في الكبة. هنحط الاول في البيض والحليب، وبعدين نحطه في الكريسبي، وبعدين نرجعه تاني في البيض والحليب ونحطه في الكريسبي، ونحاول نقفل الجوانب كويس قوي عشان نكون متأكدين ان هي الجبنة مش هتخرج منها. الفرق بين الكريسبي والبقسماط الناعم اللي هو الخلطة التانية ان الكريسبي بيكون مقرمش زيادة عن البقسماط. يعني لو بتحبيه مقرمش قوي اعمليه بالكريسبي، لو بتحبيه شوية مش نفس القرمشة القوية دي اعمليه بالبقسماط الناعم. بديل الكريسبي يا جماعة هو الكورن فليكس السادة، بنجيبه ونطحنه برضو في الكبة. كملت الكمية كلها بالكريسبي، وبعد كده جيت النص التاني هعمله بالبقسماط الناعم اللي هو الخبز المحمص المطحون. هحط الاول برضو في البيض والحليب، وبعدين ارجعه في البقسماط وارجعه تاني بيض وحليب وبقسماط. بعمل طبقتين. المهم اتاكد ان هي قفلت معايا كويس، مفيش فيها اي حاجه، اي جبنه باينه من الجناب، عشان لما نقليها ان شاء الله ما تبداش تخرج معاكي في جبنه وجبنه تسيح في الزيت وتلاقيها باظت منك، زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله في القليه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ولو عليه افضل الصلاه والسلام. خلينا كلنا ناخد حسنات. بنفس الطريقه دي هخلص كل الكميه معايا وهبدا نقلي مع بعض. عشان نقلي هحتاج زيت غزير سخن متوسط، مش سخن قوي، يعني عايزاه يكون وسط علشان الفراخ تستوي من جوه كويس، لان طبعا دي فراخ معموله رول، فمحتاجه لو الزيت سخن قوي هيخليها تتحمر بسرعه من بره وتكون من جوه نيه. فانا محتاجه الزيت يكون درجه حرارته وسط. زي ما احنا شايفين كده اخدت تقريبا حوالي 10 دقايق على درجه حراره متوسطه. شايفين كل القطع معانا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، طالعه زي الفل. لونها حلو جدا، واخده اللون الذهبي الجميل. ده الكريسبي، والتاني البقسماط بيكون لونه غامق شويه، ومفيش اي قطعه مخرجه الحشو بتاعها، وتمام جدا. وحتى الزيت نظيف، ما وقعتش الحشو ولا اي حاجه، زي ما احنا شايفين ما شاء الله. هنكمل بقيه الكميه كلها وهنبدا نقدمها زي ما احنا شايفين كده في طبق بالشكل بقى اللي يعجبك. ممكن تقدمي معاها زي ما انت عاوزه، ممكن تقدمي معاها رز ابيض، رز اصفر، باستا وايت صوص، باستا ريد صوص، زي ما انت بتحبي. ممكن كمان تعمليها في سندوتشات مع شويه مايونيز وكاتشب كده وصوصات، هتبقى برضو خطيره جدا. شايفين ما شاء الله شكل الرول من جوه حلو ازاي، ملفوف كويس، مفكش، الكفر عليه مظبوط. عندنا من الشكلين اللي هي المفرومة والسليمة، والاتنين تحفة واحلى من بعض. شايفين بنتك على الجبنة بتبوظ ازاي، صراحة طعمها خطير خطير، ريحتها تحفة.
وطبعا اهم حاجة نكون غاسلين كويس يا جماعة الصدور، انا نسيت اقول الخطوة دي في الاول، اغسلوها كويس جدا. وصفة النهاردة خلصت، اتمنى انها تكون عجبتكم، ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش حبايبي تدعموني بلايك واشتراك وتقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. شكرا.